السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحة وسعادة وخير وهنا ورضا دايما. كمان اللي عنده اي سؤال يكتبه في كومنت برد على كل الاسئلة. بس ما تنسانيش في اللايك، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل الجرس للكل عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. اهم حاجة اللايك يا جماعة عشان الفيديو بتاعنا بيتشاف باللايك، يعني ما تكسلش ودوس لايك. ويلا بينا نشوف قراءتك بتقول ايه. مبدئيا داخل على ايام حلوة قادمة ليك ان شاء الله، ايام حلوة ان شاء الله رغم الدموع والعصبية اللي انت مريت بيها، يعني بسبب الامور اللي انت كنت بتمر بيها وكانت في دموع وعصبية وكده، ولكن ان شاء الله داخل على ايام حلوة قادمة ليك. كانت كمان في هنا قراراتك ما كنتش بتعرف تاخدها، يعني قرار في محله، ما كنتش بتعرف تاخد قرار صح. كمان الفترة اللي انت كنت فيها من عصبية، او ممكن تكون بالفعل انت لسه في الدموع والعصبية والظروف اللي انت فيها، ايا كانت عاطفية ولا كانت مهنية ولا كانت عائلين ولا كانت ايه اللي انت فيه، برضو قراراتك مش في محلها. قلبك الطيب ونيتك الصادقة دي هتغلب ليك تغيير ايجابي. شايفة انك انت قلبك طيب ونيتك صادقة كده، يعني شايفة ان عشان قلبك الطيب ونيتك الصافية والصادقة دايما، فشايفة ان ربك هيجلب ليك تغيير ايجابي في حياتك ان شاء الله. كنت لسه بقولك انك داخل على ايام حلوة صح؟ كمان شايفة ان هنا في اخبار حلوة وسارة ليك، بالذات للنساء هنا. تمام. شايفة ان البعض منكم في حمل للمتزوجين وخطوبة للعزاب، حمل للمتزوجين وخطوبة للعزاب، يعني اللي بيتمنى حمل ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. بعض ساعات بتشعر في بعض الأوقات، ساعات بتشعر بالضعف، وفي لحظات كده بتشعر فيها باليأس كمان من كل اللي حواليك أو من كل اللي بيدور حواليك، ولكن في بشرة هتتقرب منك إن شاء الله، وهيأتي ليك من خلالها اتصال بيجلب ليك البهجة والسعادة إن شاء الله. سيب أمورك على الله، سيب كل حاجة على الله، فوض أمرك لله وربنا هيكبر بخاطرك. والله عندك قضاء حاجة من زمان يمكن تكون انت منتظرها، وشايفة ان الامر ده هيقضي ليك ان شاء الله وهيتم ليك ولصالحك. فلو في حاجة انت في انتظارها بقالك فترة بقالك زمن، فان شاء الله هتقضي الشيء ده وهيكون لصالحك كمان. كمان شايفة ان في فلوس زي ما يكون هتترد لك، فلوس هتترد ليكم، يعني ممكن تكون حد كان اخد منك فلوس سلف او كان سالب منك حقك من ناحية فلوس، حاجة زي كده وهتترد ليكم. وشايفة كمان انك عندك خروج يعني من تعب وفرج بعد تعب انت كنت فيه، تعب ده نفسي، تعب ده ظروف، تعب ده صحي، فشايف ان في العموم في فرق. كمان في طاقة سفر للي عايز سفر، في طاقة سفر عندك، وشايفة ان عندكم فرصة جديدة. يعني شايفة ان البعض منكم في فرصة جديدة ليك، في منكم كده يعني عنده حزن وأرق بسبب موضوع يخص شخص بتحبه، والشخص ده بعيد عنكم، ممكن يكون في بلد وانتم في بلد، ففي فرصة جديدة في شيء زي ده، في حاجة محزنة البعض منكم، عندك فرصة جديدة. والمحزن بعض منكم شخص، موضوع يخص شخص يعني هو بعيد عنكم، مش شرط تكون من ناحية عاطفية، ممكن يكون شخص غالي عليك
حد بعيد عنك، حد مسافر وبعيد عنك، حد لا قدر الله عنده يعني مسجون او في حاجة، ففي حاجة كده يعني مزعلة البعض، ممكن محزناه، بس في فرج، في فرصة جديدة، في شيء حلو ايجابي. تمام، بس هي بنسبة كبيرة او من الناحية العاطفية. كمان شايفة ان هيجيلك عرض استقرار هيسعدك انت والعائلة. ايه عرض استقرار؟ يعني ممكن يتعرض عليك شيء هتكون فيه مستقر ومرتاح البال، بس ليك ولأسرتك. يعني هيجيلك عرض كده استقرار، شايفة ان هيسعدك انت والعائلة. ممكن حاجة تخصك انت بس هتفرح مع العائلة، او ممكن حاجة تخصك انت والعائلة برضو. ممكن يكون ان يخص زواج او يخص سفر انتم تكونوا منتظرينه بعد صبر ومعاناة. تمام. فشايفة اني في شيء، في طاقة زي دي موجودة. ممكن تكون كمان في امر انت متعلق بيه جدا ومش يعني ومش عارف توصل له تنوله. فشايفة ان الامر المتعلق ده هتخرج منه، التعلق ده هتخرج منه. شايفة للبعض علاقة جديدة او هتتحسن علاقتكم بالشريك. تمام. فللبعض لعلاقة جديدة، لأمة هتتحسن علاقتكم بالشريك اللي هو حبيب او زوج او زوجة. كمان شايفة ان للبعض منكم لو كنت في علاقة ثلاثية، فشايفة اني ان شاء الله، شايفة اني الطرف الثالث هيخرج وهتسعدوا، هتفرحوا، وهيكون في استقرار في العلاقة من تاني. يعني هيكون في استقرار في العلاقة من تاني. يعني لبعض انكم بيعاني من طرف ثالث او علاقة ثلاثية، فهيخرج يعني هتسعدوا بالاستقرار اللي هتكونوا فيه من تاني ان شاء الله في علاقتكم مع بعض. مظلومين وعندكم نصر عن قريب ان شاء الله. مظلومين وليكم نصر عن قريب ان شاء الله على اللي ظلمكم. دي نقطة. تاني نقطة، نصرتكم بالرزق. نصرتكم بالرزق اللي هو احيانا يا جماعة بيكون ربنا بيعوضك بحاجة تانية. يعني مثلا اشخاص ظلماك وقهراك ودايما تعبان بسبب كده ومش عارفة ايه، وانت ماديا مثلا مش حلوة، فربنا بيعوضك مثلا برزق، بيوسع عليك رزقك. فدي نصرة في حد ذاتها، لاني بيكون الشخص العدو ليك اللي بيبقى دايما عايزك مقهور وبيظلمك وبيعمل لك مكايد، مثلا اي نوع بقى من الظلم، اي حاجة سلبية شخص بيعملها ليك بتكون ده ظلم في حد ذاته. بس ربك بيعوضك بحاجات كتير. مش شرط انك تنتصر على الشخص ده، اني مثلا الشخص ده يتظلم زي ما هو ظلمك او لا، هو ربنا بياخد لك حقك بأي طريقة ترضيك، وفي الآخر هتنول الرضا، فإن شاء الله هتنتصر على اللي ظلموك. في موضوع هو يخص خلاف وشيء كده، يعني شايفة اني هيصير رجوع وهيتحل الموضوع اللي كان فيه خلاف ده. وشايفة ان للبعض هيصير جدال ونقاش، وخلال شهرين ليكم يعني النقاش والجدال ده هيكون ايجابي، وهياخد شكل، يعني هيحصل فيه حدث هيغير حياتكم ان شاء الله. تمام.
وشايفة ان للبعض في ناس بتخرب وراكم، خدوا بالكم. عايزاكم انك يعني تكتروا كده من صلاتكم ومن وصولكم، ومن صلتكم بربنا، وان شاء الله ربنا هيصلح لكم اموركم، وهيكون في تفاهم، وربنا هيصلح لكم الامور كلها. بس قربوا من ربكم اكتر. للبعض انت قمت بزيارة طبيب او هتقوم بزيارة طبيب او بعلاج، هتقوم بعلاج باذن الله خير. يعني في اسم زواج عندكم. ايه اسم الزواج؟ يعني في هنا طاقة زواج، هتكون في اسم ونصيب مع شخص بزواج ان شاء الله. بصوا يا جماعة، للبعض منكم عندكم عين، وللبعض منكم عندكم سحر. بس عايزة اقول لكم على حاجة، اذا كان لو عين او سحر للبعض فهو مؤثر على الصحة، ومؤثر للبعض منكم على الرزق، والبعض منكم الاتنين. وشايفة اني انتم يمكن تكون ان للبعض منكم بتدعي ودعوتك مستجابة. يعني بتدعي مثلا بخروجك من الأزمة اللي انت فيها دي، اللي مأثرة عليك، إذا كانت بعين أو بسحر، فدعوتك مستجابة. وفي شغل جديد ورزق عندكم ونجاح، والله شغل جديد، ممكن يكون شغل إضافي أو حاجة، ورزق. وشايفة إن ليكم نجاح، إذا كان نجاح مهني دراسي، عندك نجاح. متنسينيش باللايك، ما تستخسرش في اللايك، دوس لايك، مش هياخد منك فلوس، والله لو دوست لايك مش هياخد منك فلوس، ولكن بتقدر تعبي مش اكتر. يعني قدر تعبي باللايك، مش هتخسر حاجة. اللايك ده ما يعني بيظهر لي الفيديو، بس بيظهر الفيديو بتاعي، لكن انت لما مش هتدوس لايك، الفيديو نازل زي قلته والله. فبليز بعد اذنك ما تستخسرش اللايك. بتمنى لكم الخير والسعادة، وبحبكم كتير، وبحبكم في الله، ومنتظر منكم الاسئلة بتاعتكم برد عليها. باي باي.